ماذا تضمن دعوة عبد الله أوجلان؟ دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني باكك عبد الله أوجلان، والتي طال انتظارها وتتم الدعاية لها، تمت مشاركتها مع الرأي العام. هذه الدعوة لم تكن تحمل مفاجآت، بل كانت مجرد استدامة لمقولاته وخطاباته السابقة العتيقة لدى عودته إلى حضن تركيا دولته الأم. أوجلان لم يقل كردستان ولو مرة عندما كان أعضاء وجماهير دم بارتي يعقدون الدبكات الشعبية في الساحات. كان أعضاء وفد إمرالي للحزب نفسه يصفقون لخطاب أوجلان في الداخل دون معرفة حتى سبب تصفيقهم على هذه الدعوة التي كانت على الأرجح لن تكون محل قبول على الإطلاق بين الشعب الكردي، كونه خطابا ودعوة من بدايتها إلى نهايتها عبارة عن استسلام وخضوع. فأوجلان قد طالب باكك الذي أسسه قبل 45 عاما وبدأ نضاله على أساس كردستان الكبرى والمحررة والمستقلة بحل نفسه دون المطالبة بدولة كردية مستقلة أو الفيدرالية، بل وحتى أي ضرب من ضروب الحكم الذاتي أو الإدارة المحلية أو أي شيء من هذا القبيل. فأوجلان لم يطالب بأي شيء للكرد في خطابه ودعوته، بل ولم يذكر كلمة كردستان قط، ولم يذكر اسم الكرد إلا مرتين في سياق العلاقات التركية الكردية. أوجلان الذي يصوره باكك ويقدمه على أنه زعيم الشعب الكردي لم يقدر على نطق كلمة كردستان أو الكرد، بل حتى لم يطالب بأي شيء للكرد. فحتى دولة باغشالي الاسم الأكثر تطرفا وعنصرية قومية في دولة تركيا يستخدم كلمة الكرد أكثر من أوجلان عندما يتحدث. فلو أن باغشالي كان قد كتب دعوة أوجلان لكان قد طالب للكرد أكثر مما طالب به أوجلان. أوجلان بعد تسعينيات القرن الماضي لم تعد حرب باكك ضرورية. تضمن خطاب أوجلان عدة نقاط رئيسية. أولا، لا يستطيع الكرد العيش بدون الأتراك، والتعايش بينهما ضروري وملح. ثانيا، الحداثة الرأسمالية تحاول فصل الكرد والأتراك، وعلينا أن نقف ضد هذا. ثالثا، الدولة القومية المستقلة والفيدرالية والحكم الذاتي الإداري والاستقلال الثقافي ليست حلولا بالنسبة للكرد. رابعا، على باكك أن يتخلى عن سلاحه ويتحمل المسؤولية التاريخية على عاتقه. يمكن تلخيص خطاب أوجلان ودعوته في هذه النقاط الرئيسية الأربع، ولكن هناك أمر آخر يجب أن نأخذه على محمل الجد، ألا وهو تصريح أوجلان في أعوام التسعينيات من القرن العشرين، ونتيجة لأسباب داخلية مثل انهيار الاشتراكية المشيدة وانهيار إنكار الهوية في البلاد وتطور حرية الفكر، تجاوز باكك معناه وأصبح يكرر نفسه بشكل متزايد. فوفق أوجلان فإن حقبة حرية التعبير بدأت في الدولة التركية في تسعينيات القرن الماضي، وبعد ذلك أصبح حرب باكك بلا معنى. تفكروا جيدا، بعد عام 90 تم تدمير وتهجير 5000 قرية كردستانية بسبب باكك. قتل 17,000 شخص في حوادث قتل مجهولة الفاعل، فقد ما يقرب من 50,000 شخص حياتهم بين مقاتلين جريلا ومدنيين. هل يعقل أن كل هذا لا معنى له؟ الشيء الوحيد الذي يمكن قوله في هذا الشأن هو أن أوجلان يلحق ما كان مبصوقا عليه. لو تجاهلنا عدم مطالبتك للحكم الذاتي للكرد، ألا تطالب على الأقل بحق التحدث بلغة الأم؟ إذن فلماذا تسببت بمقتل 50,000 إنسان؟ وكيف ستحاسب عليه؟ يجب محاسبة ومعاقبة أوجلان وباكك. بأوامر من باكك حشد دم بارتي الشعب الكردي في الشوارع من أجل دعوة أوجلان وخطابه. نصبوا الشاشات حتى في سليمانية وقامشلو. أقامت جماهير باكك المحتشدين في كل مكان الدبكات والاحتفالات، هتفوا الشعارات، أطلقوا الزغاريد، أقاموا أعيادا واحتفالات وكأنهم حققوا نصرا عظيما. لكن ما هو موجود هو أنه تم عرض وتقديم جثث 50,000 كردي ونضالهم على طبق من ذهب للدولة التركية. ما هو موجود هو الاستسلام لا غير. أيا ترى ماذا فعل باكك بهذا الشعب خلال هذه 40 عام؟ الأمة التي وهبت أبنائها، دماءها، أراضيها، ديارها، آمالها. بالمقابل لم يقدم أوجلان وحزبه باكك أي شيء لهذا الشعب وهذه الأمة. عبارة أوجلان زعيم الشعب الكردي تحولت لي أوجلان زعيم استسلام الكرد، مما لا شك فيه أن باكك ومناضليها الإعلاميين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بارعون مختصون للغاية في مجال التضليل والخداع وصناعة الأكاذيب.
فهم يزينون كل شيء ويزخرفونه. ففي عام 99 عندما قال أوجلان على متن الطائرة أريد أن أخدم الدولة التركية، لكن رغم هذا قام باكاكا بتصويره وإعلانه كزعيم للشعب الكردي. وسيفعلون شيء نفسه الآن في الحقبة الثانية من خيانة أوجلان، وسوف يبررون المرحلة الثانية لخيانة آبو. سيتحدثون عن ذكاء أوجلان وفطنته وفكره الخارق، وسوف يطلقون عليه لقب زعيم السلام. لكن في الحقيقة هذا كله مجرد دعاية وتلاعب وتضليل وخداع لا غير. والحقيقة التاريخية هي أن أوجلان هو زعيم استسلام الكرد لا غير، وهذا ليس شيئا جديدا، فقد تم تعيين أوجلان وفرضه كقيوم على الكرد طيلة 40 عاما. والدولة التي قامت بإعالة أوجلان طيلة هذه الفترة تريد الآن منه أن يسدد دينه للدولة. وفي المقابل أهدى أوجلان كرد باكور كردستان وقدمهم للدولة التركية على طبق من ذهب. أول الأشياء التي يجب أن تقال عن أوجلان هي: ترى هل سيلبي باكاكا لدعوة أوجلان أم لا؟ وهل يجب أن ينصاع لأمره أم لا؟ وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا.